مساء الخير. مساك الله بالنور على ضيوفك الكرام وعلى المشاهدين. يا اهلا وسهلا فيك. انا دائما اولا احب ان اشكرك انت شخصيا، دائما متواصل مع الاعلام، مش مثل بعض الناس بيسكروا موبايلاتهم وبيبطلوا يردوا على احد. موضوع موراليس، شو اللي صار فيه؟ والله موراليس يعني زي ما طلع الاخ منصور البلوي، يعني وكان كل الامور منتهيه سواء من النادي او اللاعب، ولكن انه على يعني اخر يوم على التوقيع كان ارسل ايميل رسمي يعتذر ويشكر اداره نادي الاتحاد. نعم. ظروفه الاسريه يعني زوجته رفضت يحضروا للسعوديه، فتقبلنا عذره. كان في محاولات من الشيخ منصور البلوي، ولكن انه ظروف اللاعب يعني كانت اقوى منه، فيعني كان الموضوع منتهي، يعني العقود المبدئيه متوقعه بناء عليه. طلع الاخ منصور ويمكن دخل معاك وقال انه خلاص الموضوع انتهى. نعم. ولكن تعرف في صفقات كره القدم واللاعبين يعني بين يمكن في ليله يتغير الوضع. نعم. المبلغ اللي كان صحيح، المبلغ اللي كان يعني اللي طلبوه، يمكن حتى انتم كنتوا اكرمك، اعطيتوه 5 مليون يورو. الصفقه يعني كلها ما بين لاعب ونادي يمكن حدود ال 11 مليون يورو. واخ 11 مليون، 5 لاتلانتا والباقي له كرواتب. اي طبعا. طيب، ولكن الحمد يعني اليوم طب بس ولو سؤال صغير، يعني هو دخل وشفناه لابس كنزة الاتحاد او الجاكيت، طب ما ناقش زوجته ولا خطيبته قبل ما؟ والله يا اخي مصطفى، يعني اليوم الاخ منصور لما طلع كان الموضوع منتهي 100%. نعم. ولكن ما ادري يعني جد عنده ظروف ما تعرف ايش اللي صار عنده. نعم. ولكن احنا اليوم يعني مش حابين انه نلتزم بعقود ونقول اللاعب غصبا عنك تيجي على السعوديه. صحيح. يعني طالما انه هو ارسل ايميل رسمي ويعتذر ويشكر الاداره الاتحاديه، يعني اولا واخيرا انه يهمنا يعني مصلحه اللاعب يكون مرتاح نفسيا. نعم. يعني الحمد لله الان حيكون، يعني انا اوعد جماهير الاتحاد ان شاء الله حيكون لاعب في مستوى موراليس واكثر ان شاء الله. الاخ منصور مو مقصر، يعني شغال ليل نهار ان شاء الله. يعني لما نستقر على لاعب دائما عندنا بديل. احنا يعني دائما انا يمكن دخلت معاك وقلت لك دائما عندنا 3 لاعبين. نعم. يعني يكون رقم 1 ورقم 2 ورقم 3. انا حاب اعلق تعليق بسيط انه اغلب الجماهير الاتحاديه يعني دائما تزعل وتقول المركز الاعلامي متاخر. احنا المركز الاعلامي دائما ما ننشر الا لما يكون 100%. نعم. والعقود، فيعني عشان كذا دائما نكون متاخرين. نعم. انه لازم يكون كل شيء رسمي. فالعقود الاولى بالنسبه لموراليس كانت توقعت وبناء عليه الاخ منصور كان واثق انه انتهت الصفقه، ولكن جد جديد خلال اليومين اللي فاتت، فعشان كذا اعتذر اللاعب. فحاب اعتذر من جماهير الاتحاد، وان شاء الله القادم حيكون افضل من موراليس. عموما انا على الهواء قلت انه قال انهينا التفاوض ولم يتم التوقيع، فيعني حتى الناس تكون بالصوره. لكن 11 مليون ما شاء الله مبلغ كبير، فيكم تجيبوا 3 4 بحقه، مو 1 ولا 2. الاسيوي بين معكم اخي والله الاسيوي يمكن اغلب الناس يقولوا سنحريب. يعني احنا الان عندنا كذا اسم، 3 اسماء. خلال الايام الجايه حنحدد الاسم بناء على اختيار المدرب. في واحد منهم يعني في واحد منهم ماركة سياره. والله إذا كان، لكن إن شاء الله تعرف اليوم اللاعبين بين يوم وليلة يتغير الوضع. على الحالة بدك تجيب بنتلي ولا روز رويز. الله يسلمك، الاتحاد يستاهل كل شيء كويس. طيب، شكرا.